السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل بسكوت النشادر. بصراحة انا ما بعرفش اعمله. بنت سيلفي هي اللي كانت معايا، وهي اللي عجنته وهي اللي عملته وهي اللي عملت كل حاجة. انا ماليش في بسكوت النشادر. انا ممكن اعمل البسكوت اللي هو بالمقادير، هو ده بس اللي اعمله، بعمله حلو قوي بكامل. انما بسكوت النشادر بصراحة عمري ما عملته خالص ابدا. قبل ما نبدأ بقى هنقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشي. ده شكل بسكوت، المقادير بتاعنا، بسكوت النشادر، هو ده شكله. بصراحة انا معرفوش خالص، معرفش بيتعمل ازاي اصلا. اول حاجة هو هي جابته، عملته معانا. انا معرفش فيه خالص يا جماعة والله. فهسيبكم بقى مع الموريتاج، بنت سيلفي. هنتكلم، انا سبت لكم الصوت الاصلي بتاعها وبتاع الفيديو بتاعها. واحنا قاعدين بنتكلم وبنحكي ازاي عمايل البسكوت اللي بالنشادر ده. وعمايله سهله خالص، وبكوبايه زيت واحده وكوبايتين ميه. يعني ما بياخدش اي حاجه خالص، وسهل جدا وموفر، مش مكلف زي البسكوت اللي احنا بنعمله بالمقادير ده. ماشي. سهل جدا، هما كوبايتين ميه وكوبايه زيت. بجد انا اول مره اعمله واول مره اشوفه. انا اللي مسوياه، يعني التسويه دي انا اللي مسوياه في الفرن. انا اللي عاملاه في الفرن بصراحه. لان انا بحب التسويه بتاعه الفرن وبحب القعده قدام الفرن. هو ده بسكوت النشادر اللي احنا هنعمله. هي بقى هتقول لكم المقادير وهتقول لكم ده احنا عملنا بس. كل اللي احنا عملنا كيلو ونص. بصراحة ما شاء الله الكيلو ونص فرط كتير قوي. مش يعني النشادر لما اتحطت فرط كتير قوي. مش يعني بيفرط كتير جدا جدا. انا اول مرة اعمله واول مرة اشوفه بالمنظر ده بجد. بس بصراحة اهو تسويته من فوق ومن تحت عامل ازاي تحفة. لازم تشكره في التسوية، مش في العجين. هسيبكم بقى مع الموريتاج. هي بقى هتقول لكم المقادير، مقادير الكيلو ونص، وهتقول لكم مقادير التلاتة كيلو. احنا عملنا كيلو ونص بس. هي بقى هتقول لكم مقادير كيلو ونص والتلاتة كيلو. هسيبكم معاها. وشوفوا قاعدين، يعني انا سايبه لكم الفيديو بطبيعته خالص، والعيال فرحانه وقاعدين يدوشونا. آه، العيال كانوا فعلا عايزيننا نعمل الكحك ده بعد الفطار. بقوا هيتهبلوا على الكحك. بس ما ينفعش، احنا عملناه الصبح. هسيبكم بقى مع موريتاج، شوفوا هي عملت ايه. ننخل عليه نص كيلو ونص دقيق، مقادير الكيلو ونص دقيق. امسك كده يا يوسف. ده كيلو ولا كيلو ونص؟ كيلو ونص. متأكد؟ وهيكون كام؟ مقادير التلاتة كيلو بقى يا أميرة بتضاعف الكمية من كل حاجة. يعني بدل الكيلو ونص دقيق بيبقوا 3 كيلو دقيق و7 بيضات. وأصلا المفروض تحط له 5 بيضات، بس أنا بزود له بيضتين. كنتش بعرف أعجن، هما اللي علموهولي. لا والله. والله ما كنت بعرف. حماتي وعلمته لي، قالت لي حاجه جوزك بياكلها لازم ايدك هي اللي تعملها. بقيت اعمله دلوقتي. سلافي اللي نادوا يقول لي تعالي اعجنوا لنا يا اسراء. بصراحه هي علمتني حاجات كتير حقيقه. شاطره قوي شملوله. علمتني حاجات كتير اخرى. هي بتقول ما حدش فيكم اتعلم ولا خدت بعض غير اسراء. والله العظيم بتقول كده في حق الله. ونضيفه ومشنتفه، وفي ثانيه الاقيها عامله 100 شغل. لا بصراحه دي تشهد لك بها اسراء. لا بصراحه. وادي كوبايه الزيت بس ما فيش غيرها. كوبايه زيت واحده. كوبايه زيت واحده. عايزين ننعم. وجايين باسين الزيت بالدقيق زي القرقوش. ما بيتكلفش اي حاجه، واسهل مما يكونوا على قد ايدينا يا ستي. حابين نزود بنزود، بس انا ما بحبوش ناعم لانه ما بيستحملش، لانه بيبقى خفيف جدا وهش وطري. واهم حاجه واحنا بنعمله لازم الصاج يندهن زيت كويس جدا عشان يطلع معانا بسهوله ما يلزقش.
بقى البيض. هو اصلا بيتحط له 5 بيضات، بس انا بحط له 7 بيضات. 7. انا بحب احط له 7 بيضات، احب بيضه يبقى زياده شويه، لان البيض يعتبر بودر بينفشه اكتر كمان. بيض الفراخ بتاعنا نشتري ليه واحنا عندنا؟ لا طالما الحاجه موجوده في البيت لا ما شاء الله، ربنا يبارك لي في الفرختين. ربنا يبارك لك فيها. اهو حط بقى كل روايحنا عليه. حد ياخد فلوس من البوك ويروح يجيب لي كيس تانك برتقال. فانيليا. لا تانك برتقال، فانيليا هي. حطينا فانيليا وريح موز. وريح موز ولا برتقال. ده وده، بس هو من اساسياته ريح الموز. في ناس ما بتعملوش بريح الموز، بس هو بيحب روايح كتير جدا، لان هو النشادره بتبقى نفاذه فبتغطي على الاكل. واهم حاجه ريحه جوز الهند، دي حاجه اساسيه معانا. ريحه جوز الهند ريح جوز هند وريح جوز برتقال وريح جوز موز وكيس تانك برتقال معانا. خدي على يوسف فلوس من بكره كيس تانك برتقال بسرعه. ما في واحد. ما انا خدته. ما نديك الفلوس. الفلوس في البوكو خد. حتى نشادتين خليها اخر حاجه. يلا واحد فيكم يقوم. خد البوك تحت. البوك اهو. عايزين ميه. جيب ميه قد ايه؟ ميه هات نص شفشقه كده. يلا. يعني بسكوت النشادر بالميه بس. الميه بس، انما البسكوت الفرنساوي بيختلف، بيتعجن باللبن. ده بالميه. اهو تعملي كده تبسي كل حاجه في بعضيها. هنجيب الفروتي هو كمان وهنبسه معاه اهو، اسهل مما يكون عجين. ايه ده؟ اهو شفشق. مين اللي هيروح يجيب التانك؟ محمد الكارت. قوم يا كارت. يلا يا كارت، خد الفلوس. لازم نغطي مناخيرنا. بتحط قد ايه نشادر؟ وقيه ونص. وقيه ونص. انما ال3 كيلو عليهم 3 وقيات. وما تحطش بودر. اهم حاجه واحنا بنعمل النشادر نبعد نفسنا وتتنخن، عشان بيبقى عليها حاجات مخرزه كده ما تخرزليش في البسكوت. بس كده. طب وليه بقى؟ وبالتانك الولا يروح يجيبه هنحطه عليه. انا ما بقبض زي ابني. انا بقبض ضايع. والنبي اللي هنزله بالصوت دهوت علشان مخرز ازاي؟ عشان فرحه العيال بالعجين. مخرز ازاي؟ لا اسهل مما يكون وسهل على قد ايدينا وبيفرط وجميل. ال3 كيلو مقاديرهم 10 بيضات و3 وقيات خميره وكوبايتين 2 زيت واللهم صل على الحبيب و2 ريح موز و2 ريح برتقال و2 ريح جوز هند و3 وقيات خميره. والخميره بننخلها بمنخل سلك ونبعد نفسنا عشان النف. وكيس تانك برتقال من الاصل، مش فروتي، لا تانك برتقال. ونعمل كل العناصر دي كلها على الجف مع بعضيها، وبعد كده بنلينه بالميه بقى. انما البسكوت اللي هو الفرنساوي بيتلين باللبن وسهل جدا وجميل وهيعجبكم كلكم. ام عبده هتعمله هي جميل وهتنشره. ام عبده اصلا شاطره وعينيها بتلقط كل حاجه. احنا اصلا كنا بنعمل البسكوت ده من زمان، بس انا بقى متجوزه في كفر الساحل، هم ما شاء الله مشهورين بالبسكوت ده. اول ما اتجوزت ما كنتش بعرف اعمله. لا احنا بنعمله بالمقادير اساتذه مقادير. لما اتجوزت بقى علمونا اعمله، بقيت اعمله بقى مع نفسي كده واسهل. واحنا بنعمله بقى لازم ندهن الصاج زيت ونوسع له لانه بيفرش. النشادر بتخليه ممكن يلزق في بعض، لازم يبقى فرق ما بين الصاج والصاج كده شويه بعيد، الواحد وواحد. جبنا التانك البرتقال اهو بيديله لون جميل قوي. هاتي كده يا مستر. تانك البرتقال اهو اهم حاجه. تانك برتقال يا جماعه. زودت كمان بيضتين عشان البيض انكسر من ابني احنا جايين. زودت البيض بتاعها كمان. بس كل حاجه على الجاف، ما تحطش اي حاجه خالص عكس البس، ولا جوز هند بقى ولا زبده فرن الغاليه ولا اي حاجه ولا وجع الدماغ. لا مقاديره بسيطه بصراحه. اسهل مما يكون. بصوا لونه بقى ولسه لونه مش هيبان. اما الفروت يتحط ما ادراك بقى ما ريحته. الناس اللي بتقعد تقول لا ده النشادر بتبقى عامله ريحه، لا ريحته حلوه بجد. ريحته تحفه. ريحته حلوه بجد. اهو كانك بتبص قرقوش. اهو والسكر طحنينه في البيت في الكبه او المطحن.
بدل ما تروحي تشتري كيلو السكر بقد كده، لا اطحني في بيتك اهو. كلنا طبعا عندنا اكيد سكر، ده في ناس يعني اللي هي متوفر عندها سكر، انما لو مش متوفر عندك بقى سكر اشتري نص كيلو ب25 جنيه المطحون اهو. عادي يعني. هنلين بقى بايه؟ بالميه اهو. معانا الميه اهي بقى. خلاص ميه بس. بس هنبتدي بقى نلين بيه. هات يلا ميه يا هات عم. محمد، هات يا محمد لسه مية. بقى تلاقوا لونه كمان، لسه شوفوا اللون. انا هنزل لكم الفيديو زي ما هو بالصوت ده علشان تشوفوا فرحه العيال اصلا هم قاعدين بيتفرجوا عايزين على ياكلوا منه. عايزين يتفرجوا وعايزين يحطوا ايديهم في كل حاجه، بس احنا طبعا مش هنخليهم يحطوا ايديهم. في الاخر خالص حته سمنه صغيره خالص بنسلت ايدينا بيه. الميه بقى حسب ما يبقى. بس هو افضل لك عشان تتحكمي فيه لازم تخليه لابس شويه معاكي. بس يا محمد اصبر، اصبر يا محمد، اصبر يا حبيبي. هتعملوا كلكم العيال فرحان. قاعدين لنا وبيفرق جدا جدا لازم جدا. يكون لابس. انتوا احسن لك تلبسيه في ايدك. ليه؟ بتتحكمي فيه في القمع اهو، بتخليه يلبش كده. النشادر بتخليه يلبش. بصوا ما تخافوه، جمدوا قلبكم وانتوا بتعجنوا. عايز جمودية قلب اهو. هو بيلبش كده من ايه؟ من نشادر. وانت بتعمليه بقى في مكنه البسكوت، لقيتيه لاب معاكي احلى ما فيه بقى بتزوديه دقيق. لقيتيه لابس بتعمليه بايه؟ بالميه اهو. طبعا هو دون عايز حبه دقيق، تنطير الدقيق كده خفيف اهو، عشان بصوا لاين في ايدي ازاي اهو. كده عايز دقيق. كده عايز دقيق بقى اهو. اللين ده اهو، ده كده عايز دقيق اهو. وبيتلات زيه زي اي عجينه بتعجنيه. تمسكي تلتي عادي خالص، بس طبعا هنجيب له دقيق. هنخلص العجن ونظبط العجينه ونرجع لكم تاني. بيتلات عادي زي العيش عادي. امسك لي الطبق يا عبد. العجينه اتظبطت. بصوا بقى علشان ما تحتاجوش دقيق. خلوا جنبكم ربع كيلو زياده. بيحتاج اصلا هو اقل من كوبايتين ميه، يعني هما كوبايتين ميه بالظبط. قللي بقى، حطي واحده واحده علشان ايه ما تحتاجيش عليه حاجه. اهو اسهل منه ما فيه. وهتشوفونا كمان واحنا بنعمل اللي بالمقادير دلوقتي نقطفه، وبنعمل اللي بالنشاد. احنا عاملين بالمقادير. شيل ايدك. تسلم ايدك يا موريتان. العيال فرحانه قاعدين مستنيين البسكوت يطلع من الفرن. هم الود ودهم يفطروا اصلا. انتوا اصلا مش هتشوفوا جمال. العجينه بتاعت البسكوت النشادر اهي بعد ما ارتاحت. بصوا عامله ازاي، وزاد كمان، زاد الضعف. هنحطه بقى، نبتدي نحطه في المكنه البسكوت بتاعتها. بصوا المكنه اهي، وادي القمع بتاعها اهو. ده بتاع بسكوت النشادر، قمع بسكوت النشادر اللي هو بيبقى محطوط في مكنه البيتي فور او في القمع بتاع بلح الشاي. دي بتبقى موجوده، ودي المكنه اهي. هنبتدي بقى نحطه، هنشوف شكله بقى ايه طالع عامل ازاي. بس اهم حاجه واحنا بنعمل ايدينا لازم نعوجها زيت. بس يلا الكفته. ده بسكوت النشادر وهو نازل من القمع ده كده. لازم القمع ده، لازم صوابعنا كل شويه تعوجها زيت. ولازم تعوصي ايديكي على طول زيت. قمع مكنه البوتيفور يبقى جميل بيه. انا ما بكبرش لان هو بيطول وبيضخم. النشادر بتفرشه اسهل مما يكون. يلا يا يوسف.